صباح الخير. اليوم تقريرنا من بلدة السخنة ومن عند أهلنا الشيشان، شيشان السخنة. زي ما خبروني السخنة هي واحدة من أولى البلدات في المملكة اللي تم نقل المية للبيوت عبر المواسير. تقريرنا غير، اليوم حلقتنا غير عن الشيشان ومن عند أهلنا شيشان السخنة. أهلا وسهلا فيكم في بلدة السخنة، إحدى البلاد اللي أسسوها الشيشان. السخنة تقريبا تم تأسيسها عام 1907. مهاجرين من جمهورية الشيشان قدموا هون حوالي 33 عائلة، العائلات اللي أسسوا البلدة. ومن هذاك الوقت والبلدة في تطور مستمر. في بداية تأسيس البلدة كانت عبارة عن هذا الحي اللي نحن موجودين الآن فيه. معظم المنازل على حالها كما كانت قبل 115 سنة عند تأسيس بيوت من الطين. نعم، البلدة كانت بالأساس مسورة، وفي ذاك الوقت كان شوية مشاكل مع الناس اللي حواليهم، فسوروا البلد يعني بسور حواليها، وكان لها باب واحد. الباب تقريبا كان وين الشجر هناك تقريبا أول البلد. هذا الباب كان يغلق عند المغرب. طبعا كانت هناك حراسات كمان على الأسوار وبروج زي مراقبات كمان. نعم، حصن عسكري. لأنه أول ما قدم الشيشان هون كانت هم سكنوا بجانب نبعة الماء اللي هي عين السخنة. السخنة دائما كانت منطقة مليئة بالمياه، لأن نهر الزرقاء بمر منها. نهر الزرقاء في ذاك الوقت قبل 100 عام كان نهر وكله مياه. كانوا يصيدوا فيه ويسبحوا فيه. السخنة محافظة على بعض بيوتها القديمة المبنية من اللبن والطين. زرت السيدة أم حامد جمو التي ما زالت تعتني بتفاصيل بيتها الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الآن متواجدين في مسجد السخنة الكبير، هذا اسمه. لما كثرت المساجد في البلد سموه الناس مسجد الشيشان، هو اسمه مسجد السخنة القديم. هذا المسجد مر بتطورات من أول ما بدأ. تعرف الشيشان كمسلمين أول ما بينزلوا يفكروا في المسجد، وكان مبني من الطين والتراب ولبن الطين، وكان في سلم يطلع الإمام على ظهر المسجد يأذن. وفي 1962 تطور فصار بناء حجر وإسمنت، وأيضا كان لا يزال في مخرج إلى السقف للمؤذن يأذن، حتى صارت تطورات السماعات وإلى آخره. الآن المسجد كما هو موجود تقريبا من 2012 بدأ في توسعته، وهو الآن موجود. وما يميزه حاليا اللي هو البعو. البعو عبارة عن الميذنة، احنا اتخذناها ميذنة، أما هي في بلاد الشيشان عبارة عن أبراج مراقبة ودلالة وسكن للحراس اللي كانوا في المنطقة. فعلا تصميمها مختلف. نعم، هذا كل شيء على المسجد، واحنا بنسميه مجدق. مجدق 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 اللي هو مسجد. الجمعية الخيرية الشيشانية هي إحدى المؤسسات التعاونية في الشيشان، وهي إحدى المؤسسات المتعددة من الشيشان. أهم مهام الجمعية هي تنمية المجتمع الشيشاني وتطويره في مختلف مجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. نقوم حاليا في عدة نشاطات، منها إلقاء محاضرات في مختلف العلوم ومنها في اللغة الشيشانية، ونقوم عمليا بتدريس اللغة الشيشانية من خلال أستاذ متمرس في هذه اللغة، ويعمل حاليا
في نشاطات متعددة. ومن نشاطات الجمعية هو أن تعتبر الجمعية هي بيت للشيشان كلياتهم، هي منتدى الشيشان كلياتهم، يتم فيها نقاش الأمور الاجتماعية من أفراح وأطراح، وتعمل على استقبال الوفود الشيشانية من مختلف المناطق الشيشانية المختلفة في العالم. ويقوم فيها أيضا نشاطات تعليمية بالإضافة إلى تعليم اللغة الشيشانية كما أسلفنا. وهناك نشاطات اجتماعية أخرى بالإضافة إلى الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تتم في هذه الجمعية بخدمة المجتمع الشيشاني وتطويره في مختلف مجالات التنمية. هذا وإحنا صغار عشنا في الريف. كانت إلنا جارة الله يرحمها، يمكن ماتت ما بعرف. تعيش يا عيشوا حبايبك. بعتت لنا طابون. أيوة. طابون هذا بنحط على الأرض اللي جواته من حصل السيل. أيوة. الصغار شو اسمه هي؟ بحث الحصص. بحث. المهم حطوه أيامها في حلال بقر. أيوة. هذا بتحمى بإيش؟ بالزبل. أيوة. الزبل كل يوم. الله يرحمها أمي والجارة، هذا الطابون هذا إلهم للتنتين. أيوة. عملوا له بيت كمان، غرفة. أيوة. حطوا له الصبح، حطوا له المساء، بعبوه هذا كلياته. أيوة. هذا الزبل كيف بيشعلش نار. أيوة. بكون فتيلة بتفتل حامية بالطلع. بعطي حم الصبح والمساء. امتى ما بدهم يخبزوا الطابون جاهز. طبعا. وما أحلاه فرنه، له غطا هيك، له غطا زي هذا، له ايد هيك بشيلوا ايده من دايره بقيموا هذا كله. ايوه. وبحطوا الرغيف. بحطوا الرغيف على دايره من على الداير هذا بسع 6-7 ترغفة. أيوة. وبحطوا الغطا وبضلوا. أيوة. إني بعرفوا إمتى بدهم يشيلوا الغطا كمان. أيوة. بيشيلوا هالخبز مرات بيكون لزق تحته الحجار الحصى. بعطي شكل حلو للخبز. هلا خبز زي اللي الطابون اللي اسمه هذا بحطوه حصى هيك جوا الفرن. ايوه. مش زي الطبيعي ابدا. طبعا. كثير حلو كان. مزبوط. حتى يجونا ناس ايامها بدهم يكونوا حابين هالخبز هذا يعني. أيوة. من امي الله يرحمهم. طب ما بدك تحكي لنا على الخبز الشيشاني؟ شو اللي بيميزه عن الخبز العادي او يعني الترغ المختلف الثاني؟ هذا بيميزه الفرن هذا بس. الفرن. هن بيعملوه عغاز وهيك وشاطرين فيه. فرن طين احنا شايفين. هذا فرن طين نفس الطابون اللي قلت لك عليه هلا. الطابون كان نفس الشكل. نعم. الطين هذا بيعملوه بيعجنوه عجن. ايوه. التبن. من التبن الشعير والقمح بكون هذا مفتفت كله. هذا أيوة. بيعجنوه عجن. هذا هلا هيك معمول. وشفت الحديدة وهذا كله مقاسات إلهم. وغالبا بتخبزي كيف مثلا بالمناسبات؟ بتخبزي إذا في بازارات ولا لسه كل يوم ولا كيف؟ بس كيس ما بخبز. أيوة. ما بقول لك يعني أنا بقدر ما بقدر. أيوة. الله يعطيك العافية خالتي. الله يعطيك العافية معلم. عافيك يا رب. والله أيامها كانوا شاطرين النسوين. أيوة. طب وهلا مش شاطرين النسوين؟ احكي لي وين رحتي؟ والله هن زي ما أقول لك الاختراع أم الحاجات. ما كان عندهم أفران وخبز جاهز. أيامها تفننوا بس عمالهم بخبروني لحد الثمانينات كان في ناس لسه يخبز في البيت.
مزبوط؟ بخبزوا كانوا هلا مش زي أول. أيوه. نادرا يعني. أنا بعرف الفرن هذا فيه ثلاثة من بالسخنة بس. بالسخنة زيه في 3 بس. أهلا وسهلا بالجميع. صراحة ما حبينا فؤاد وفريق التصوير يطلعوا من السخنة بدون ما على الأقل ندوقهم أكل شيشاني، رغم أنه فؤاد بيحكي أنه مش من نوع الأكيل، بس اليوم راح يأكل كويس. اليوم راح نقدم إن شاء الله طعام شيشاني بالضبط. لما إجوا أجدادنا كانوا بيأكلوا نفس الأكل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. عندنا نوعين من الأكل اليوم هون. هذا الأكل يسمى قلنش، وهو الأكلة الرئيسية للشيشان. جيجك قلنش بنسميها. جيجك طبعا هو معناته اللحم، والقلنش اللي هي عبارة عن قطعة العجينة هاي، وهي عبارة عن سباجيتي ولكن بطريقة شيشانية. تطبخ بمرقة الدجاج أو بمرقة اللحم، وتؤكل نعمل له دب يا إما ثوم أو بصل مع اللحم طبعا. هاي الأكلة اسمها قلنش. والأكلة الثانية اسمها كرزنش، هي أكلة قوقازية. الشيشان كثير بحبوها كمان. هي عبارة عن عجين برضه، ولكن داخل العجين قطع من اللحم المفروم. زائد عندنا البيتزا الشيشانية اللي هي على الزاوية هناك، دلدنش. شفناها بتقرير الفرن. أم عادل اللي عملتهم. طبعا هذا الأكل شوية بيعمل تخمة، ولكن الدواء في النهاية هو الشوربة اللي راح نشربها فيما بعد. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك سيد طه. أنا بدي أشكرك وأشكر كمان حضرات الموجودين. كل الشكر لأهلنا الشيشان أينما كانوا في كل العالم وخاصة في الأردن. يمكن ما قدرنا نزوركم وين ما كنتوا، ولكن اخترنا السخنة لهاي المرة على أمل زيارتكم أينما كنتم. كل الشكر لكم، وهيك بيكون تقريرنا انتهى. تفضلوا.